سنة 1948 تحديدا في يوم 24 إبريل كان العالم بيستقبل أكبر وأحرف مزور في التاريخ، فرانك أبيجنال. Number one, what is your name, please? My name is Frank William Abagnale. Number two. My name is Frank William Abagnale. And number three. My name is Frank William Abagnale. فرانك أبيجنال اللي اتحول في سن صغير جدا من مراهق لهارب لأشهر مزار في العالم. فرانك لما اتولد طفولته ما كانتش احسن حاجه، طلع على الدنيا لقى مشاكل كتير قوي ما بين ابوه وامه، وبسبب المشاكل دي ابوه انفصل عن امه وفرانك عنده 12 سنه بس. وفي خلال غياب ابوه فرانك كان بيعاني من الوحده وغياب العيله والمشاعر، وده اللي خلاه يكتشف موهبته بدري شويه ويبدا في رحله ما كانش عارف اخرتها ايه، التزوير. So I was in Miami and I was posing as a wealthy stockbroker, which was a front for passing checks. And while I was there, I ran into a gorgeous model. One of the guests came over and said, if you were thinking about taking her back to your room this evening, it would cost you a great deal of money. وهو عنده 16 سنة بس فرانك زور رخصة سواقة وساق عربية ومحدش قدر يقفشه لمدة سنتين كاملين، وده بسبب انه بعد انفصال ابوه وامه قرر ان هو يهرب على نيويورك، وعشان يبدأ مشواره في التزوير كان محتاج انه يسوق عربية، لكن ما كانش ينفع عشان هو مش في السن القانوني. بس ده ما كانش عائق بالنسبة له عشان هو قدر يزور رخصة السواقة وخلى سنه 26 سنة. So when I got talking with her, I said, how much would it cost me to take you back to my room for the rest of the evening? And she said, well, how much do you think I'm worth? I offered $300. She said that's a little bit too low. Tell you what, why don't you just take me back to your hotel room for 2 hours and I'll pay you $1,000 in cash. She said, let's go. في الوقت اللي كان موجود فيه في نيويورك فرانك بالصدفة بيشوف طيار نازل من عربية. الموضوع لمع في عينيه كده، فقال لنفسه هو انا ليه ما سافرش والف في العالم؟ ومن بعدها فرانك بيطير، بس ما كانش بيحجز التذاكر ويسافر زينا كده. فرانك كان هو اللي بيطير بالطيار. So we went back to her hotel and she was opening the door and I said, I'll be right back. She said, wait a minute, where are you going? I said, well, I don't carry $1,000. Mommy, I'm going downstairs with Mommy. Cash a check, I'll be right back. She said, this hotel is going to cash a check at this hour of the morning for $1,000. فرانك قدر ان هو ينتحل شخصية طيار لمدة 3 سنين ويسافر اكتر من 2 مليون ميل من غير ما يدفع جنيه او حتى يكون متعلم طيران. والاغرب في الموضوع ده كله ان مفيش واحد بس شك فيه اللحظة. فرانك في نفس الوقت اللي كان فيه طيار قدر ينتحل شخصية محامي ودكتور وأستاذ جامعة، وكمان جمع أكتر من 4 مليون دولار من الشيكات المزورة، وكل ده وسنه لسه معداش 19 سنة. القصة اللي أنا حكيتها لك دي هي قصة فيلم النهاردة كاتش مي إف يو كان، المستوحى من حياة فرانك أبيجنال، أجرأ وأذكى وأصغر من صف تاريخ أمريكا. And I said, this is a cashier's certified check. She said, let me see. This is a cashier's check. Why don't you just make it out to me? I said, are you crazy? I said, this check is for $1,400. We already agreed on $1,000. So she gave me 400 change, and that's what it cost. ازيكم يا جدعان؟ والله العظيم وحشتوني، يعني بصوا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات، بس ان شاء الله يعني السنه دي في غزاره انتاجيه ما تقلقوش. النهارده اول فيديو في السنه الجديده من سلسله انت متاكد انك شفت. لو اول مره تشوفني ومهتم بالافلام يعني فالسلسله دي هتعجبك قوي، يبقى خد لفه كده فيها يعني. وبرده مستنيك عندي على الانستجرام، بعمل حوارات هناك يعني، بيبقى تعالى كده. ماشي نبدا. فيلم كاتش مي اف يو كان بيصنف انه من الافلام القليله اللي ما تعرفش تقفش له جنرا معينه. يعني ممكن لو جبنا 3 اشخاص دخلناهم الفيلم ولما يخرجوا نسالهم ايه هو نوع الفيلم، هتلاقي اول واحد بيقولك ان ده فيلم سيرة ذاتية، وده لان الفيلم بيحكي السيرة الذاتية عن حياة فرانك أبيجنال. وواحد تاني هيقولك ان ده فيلم جريمة، وده لان ده الدور الرئيسي بتاع الشخصيات الاساسية في الفيلم، فرانك اللي بيعمل جرايم وبيزور، والشخصية التانية كارل اللي بيحاول طول الفيلم ان هو يقفش فرانك. وهتلاقي برضو واحد تالت هيقولك ان ده فيلم دراما، والواحد التالت ده يعني ممكن نقول ان هو انا، لان من وجهة نظري ده الجانب الاكبر اللي الفيلم راح فيه، لان الفيلم مبني بالاساس على مشكلة فرانك في تحديد هويته، وبرضو الفكرة اللي عرضوا بيها ايه الدوافع اللي خلته يبقى مزور، اللي هي كانت مشاكل ابوه وامه يعني، وان هو معرفش يتعامل معاها وهو صغير، وبرضه قد ايه علاقته مع ابوه كان ليها دور مهم في تكوين شخصيته وان هو يتاثر بيه جامد. الحته دي هتلاقيها في المشهد اللي لما ابوه كان في المؤتمر وبيقول خطاب، كان بيقول مثل هو مقتنع بيه. Two little mice fell in a bucket of cream. The first mouse quickly gave up and drowned. The second mouse wouldn't quit. He struggled so hard that eventually he turned that cream into butter and crawled out. ساعتها فرانك كان فخور قوي بيه وقام يسقف. بعدها شويه في الفيلم لقينا فرانك بيقول نفس المثل اللي سمعه من ابوه وهو قاعد مع الناس على الترابيزه. Two little mice fell into a bucket of cream. The first mouse quickly gave up and drowned, but the second mouse, he struggled so hard that he eventually turned that cream into butter and he walked out. Amen. وبرضه بنروح لحته علاقته مع الضابط كارل طول الفيلم، والحته دي انا هفهمك ازاي كانت مهمه بس قدام يعني مش دلوقتي.
تعال بقى اكلمك في الجد. من اكتر الحاجات اللي المخرج كان مهتم بيها طول الفيلم ان هو كان عايز يحط في دماغك فكره معينه. المخرج كان مهتم قوي ان هو يوصلك لشعور انك تتخيل انك تبقى الممثل اللي في الفيلم. عايزك تقول انا عايز اعيش حياه الممثل اللي في الفيلم ده، وتحس زيه كده بالثقه في النفس والجمدان. يعني بص من الاخر انك تتاثر بالممثل. Welcome Animation Bank. How may I help you? My name is Frank Taylor. I'm a co-pilot for Pan Am. I'd like to cash this check here, and then I'd like to take you out for a steak dinner. طيب ما سألتش نفسك اشمعنى اختاروا ليوناردو دي كابريو تحديدا انه يعمل دور فرانك، مع ان كان في كذا ممثل في الوقت ده ممكن يعمل الدور غير ليوناردو، من اول جيم كاري ومات ديمون لغايه جوني ديب وحتى توم هانكس. لان كان ممكن توم هانكس بدل ما هو يكون في دور الضابط كان ممكن هو يعمل الدور عادي. امال ايه اللي خلى بقى المخرج يسيب كل دول ويروح لليوناردو؟ ايه الحاجه اللي بتميز ليوناردو عن كل الاسماء اللي قلتها لك فوق دي؟ خليني اسالك سؤال، ايه هو افضل طريقه اخليك تتاثر بيها بممثل في الفيلم؟ ازاي اخليك تعوز تتخيل نفسك مكانه؟ في الحاله دي بنلجأ لحاجه واحده بس، ممثل كاريزما. Not Abagnale, not Abagnale, but Abagnale. من اكتر الحاجات اللي كان بيتميز بيها ليوناردو دي كابريو عن اي ممثل في الوقت ده ان هو كان كاريزما قوي، وهنا جه السبب في اختيار ليوناردو للدور ده بالذات. حاسك هتقول لي بس الاسماء التانية دي برضو هي كاريزما، وانا معاك ان الاسماء اللي انا قلتها لك التانية دي هي اكيد كاريزما، بس انا مش هبالغ لو قلت لك ان ليوناردو ممكن يكون كاريزما اكتر منه. طيب لو انت لسه مش مقتنع تعال نشوف ليوناردو دي كابريو في اللقطة دي في فيلم ذا افيتور، هتفهم ليه المخرج اختار ليوناردو دي كابريو بالذات. في المشهد ده ليوناردو بيدينا درس في الكاريزما والثقه بالنفس. هنا ليوناردو كان قاعد مع راجل بيطلب منه ان هو يجيب كاميرات زياده. في خلال النقاش اللي كان ما بين الاتنين دول في بنت دخلت عليهم. طبعا زي ما انت شايف الاتنين شكلهم جذاب جدا، لكن النقطه الفاصله هنا مين كاريزما اكتر. بتخش البنت عليهم وبيحاول الراجل التاني انه يجر معاها كلام ويتعرف عليها يعني، بس بنلاقي ليوناردو بيقطع الكلام ما بينهم. Margaret, exactly. What happened to Margaret? She lost her shoes. Thank God that's settled. وهنا حاجة زي دي ممكن تتسمى قلة أدب، لكن ليوناردو عمل التصرف ده عشان يوري للبنت مين مكانته أعلى من التاني. ليوناردو كان عايز إن هو يخرج الراجل التاني من المشهد ويمسك هو الحوار، فبالتالي قطع الكلام ما بينهم. الراجل التاني بيقع في الفخ وفعلا بيتأسف لليوناردو وبيقدمه للبنت. I'm sorry. Thelma, this is Howard Hughes. هتبدأ بعد كده تلاحظ إن ليوناردو عايز ياخد البنت من الراجل التاني، وعشان ليوناردو يوصل للهدف ده كان محافظ قوي على الاي كونتاكت ما بينهم. وموضوع الاي كونتاكت ده مفيش واحد كاريزما مش بيهتم بيه، هتلاقيهم دايما مهتمين قوي بالعين وقد ايه هم باصين في عيون الناس اللي قدامهم، والميزه دي بتخلي دايما الاشخاص اللي قدامهم يحسوا ان هم مميزين قوي، او يعني بمعنى اصح بتخلي الشخص اللي بيحصل معاه اي كونتاكت يحس ان هو الشخص الوحيد اللي في الاوضه. بعدها بنلاحظ ازاي ليوناردو وطى صوته وبقى هادي قوي. Would you just smile for me one time, just once? ساعتها الراجل التاني بيحاول ان هو يرجع للمشهد وبيضحك على اساس ان هو يجذب انتباههم ويقطع ليوناردو زي ما هو قطعه، لكن ليوناردو بيتعامل مع الموقف بانه بيتجاهل الراجل التاني تماما وبيكمل كلامه مع البنت. ممكن نقف لغايه هنا لان اعتقد ان الفكره اللي انا كنت بكلمك فيها وصلت لك. ليوناردو من احسن الممثلين اللي لو احتاجتهم في دور كاريزما هيكون بالنسبه له الدور سهل قوي. Price is $12,000. And I take it you prefer the take it or leave it style of negotiation? Yes, I do, Doctor. تمام، نرجع لكاتش مي اف يو كان. المخرج كان مهتم طول الفيلم ان هو يثبت لك جمله ان الثقه في النفس هي كل حاجه. ممكن تكون افشل واحد في المكان وفيك عيوب الدنيا، بس كل الناس تفتكر ان مفيش منك اتنين واللي هو يخرب بيت الجمدان، وكل ده بسبب حاجه واحده بس، انك واثق من نفسك. وعشان يقنعك بالفكره دي طول الفيلم كان محتاج شاب شكله حلو عنده كاريزما، فاهم قوي سيكولوجيه كل واحد بيقابله وازاي يتعامل معاه ويأثر عليه بكلامه ويقنع اي حد باي حاجه هو عايزها، وكل ده يعني باعتماده على ايه؟ الولا حاجه. اول درس بنتعلمه من فرانك في الفيلم ان المظهر اهم حاجه في الموضوع، ودي بانت مثلا في اللقطه اللي ابوه كان عايزه يمثل ان هو السواق بتاعه عشان يخلي مدير البنك يقتنع ان هو راجل اعمال ناجح. وساعتها بقى في اللحظه دي عشان يعلمه ازاي يعمل كده وما يخافش نصحه بان الشكل هو اللي هيخليه دايما ياثر على اللي حواليه. ده بنيجي لفرانك وهو بيتعلم لاول مره ازاي يقنع الناس ويستغل موضوع المظهر. في اللقطه دي مثلا فرانك اتعرض للمضايقه من طالب معاه في الجامعه، فقرر ان هو يعمل ان هو الاستاذ البديل للاستاذ التاني اللي ما جاش، ويعمل من الاخر كده نمره على العيال وبالذات على الواد اللي ضايقه. What's your name? Brad. Brad, why don't you get up here in front of the class here and read conversation number 5. بعدها بنمشي مع احداث الفيلم وان بسبب مشاكل ابوه وامه وان الضرايب حجزت على البيت بتاعهم، فرانك بيقرر ان هو يهرب من العيله ويبدا حياته في النصب.
اول حاجه لاحظها فرانك بعد ما هرب ان الناس ما كانتش بتقدره وبتتاثر بيه قوي عشان هو سنه صغير. زي ما كنت قلت لك في الاول ان هو كان عنده 16 سنه، فهو قرر ان هو يغير الواحد ويخليها 2. ساعتها هيعرف ياخد فلوس اكتر والناس هتقتنع بيه اكتر والدنيا هتفتح. ومن اول هنا بنخش على الجد بقى. فرانك حس ان التيار باللبس بتاعه والبنات اللي حواليه والسلطه والمكانه بتاعته هو اكتر حاجه محتاجها عشان يعرف ياثر على الاشخاص اللي قدامه. فقرر من اللحظه دي انه يبقى طيار. ومن اول هنا الفكره اكتملت. شكل ووظيفه، طريقه كلام وثقه بالنفس، كلهم بيتجمعوا في شخص واحد قدامك. كده مفيش حاجه ناقصه تخليك ما تتاثرش بيه. Are you a real life pilot? Sure am, little lady. And what's your name? Celine. Celine, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. بعدها بنيجي لتقريبا اهم لقطه في الفيلم كله. اول اختبار لليوناردو ان هو يقنعك بيه ويخليك تقول اللي هو يا عم ده انت جامد قوي. يمكن دي اللقطه اللي بان فيها عبقريه ليوناردو دي كابريو واللي كانت محوريه في الفيلم بشكل كبير. واللقطه دي كانت اول لقطه في الفيلم بيمثل فيها ليوناردو دي كابريو مع توم هانكس في نفس المشهد. في المشهد ده بعد ما توم هانكس عرف بالصدفه الأوضة اللي ليوناردو دي كابريو قاعد فيها في الفندق اللي هو راحه عشان يجيب منه شيك من اللي فرانك بيزوره، قام ساعتها واخد بعضه وطالع ليه بسرعة عشان يقبض عليه. ساعتها طبعا انت متوقع ان ايه اللي هيحصل؟ مطاردة بقى وليوناردو هيخاف وهيجري والظابط هيجري وراه. بعدها بتتفاجئ انه لا، فرانك هادي جدا ومش خايف ولا حاجة، وبيقنع الظابط بكل هدوء ان هو ظابط زيه وان هو كمان كان بيحاول يقبض على الولد اللي هو بيزور اللي اسمه فرانك. Relax. You're late. All right? My name's Alan, Barry Allen, United States Secret Service. في المشهد ده هتلاقي ليوناردو واثق في نفسه بشكل رهيب، واقف عادي جدا وبيدي اوامر للظابط ان هو ينزل السلاح بتاعه. You mind taking that gun out of my face, please? Really, it makes me nervous. وحتى لما الظابط قال له وريني اثبات انك ظابط زيي، يعني اللي هو وريني الكارنيه، بيطلعه له عادي جدا. لا يا باولو ما انتش يا باولو. وبيقول له خد المحفظه كلها لو عايز. Take my whole wallet. You want my gun too? Come over here, take my gun. لما انت بتشوف المشهد لغايه هنا بيخليك انت كمان تتسحل مع فكره هو ازاي ما خافش ان هو يطلع المحفظه. فبتفتكر ان هو مثلا كان عامل حسابه او ان هو اكيد كان مزور كارنيه مثلا ان هو يبقى ظابط، فعشان كده هو واثق قوي في نفسه وهو بيديله المحفظه، اللي هو انت ازاي مش خايف؟ يعني انت اكيد عامل حسابك، فاهم؟ لغايه لما بنوصل للحظه ان انا وانت والظابط بنقتنع بان هو ظابط كمان وان هو مش مجرم ولا حاجه، وبنشوفه هو خارج من الاوضه باقتناع ورضا تام من الظابط كلارك. في اللقطه دي بقى بتبدا ان انت تحب فرانك وتحس ان هو جامد كده، فاهم؟ لان هو بيبان قوي الذكاء بتاعه وان هو بيعرف يتصرف ازاي في المواقف. لان لو تاخد بالك هو اصلا ما اداش فرصه للظابط ان هو يفتح المحفظه، عشان الظابط اول لما جه يفتحها هو سحله في موضوع تاني ان هو يبص معاه من الشباك وشتته عن الموضوع الاساسي ان هو يشوف الكارنيه، عشان اصلا ما كانش فيه كارنيه. من بعد اللقطه دي خلاص كل حاجه خدمت فكره ان اللي بيتفرج يتاثر بشخصيه ليوناردو في الفيلم. وحتى لو انت برضه ما تاثرتش بالموضوع بسبب ان يعني فرانك مش شخص كويس وان هو في الاول في الاخر يعني نصاب، فاكيد مفيش حد عايز ان هو يبقى نصاب يعني، بس على الاقل لازم هتكون حبيت الشخصيه اللي قدامك. المخرج لعب على فكره ان هي اكتر حاجه الانسان بيحب ان هي تكون عنده. الاجابه ببساطه الثقه بالنفس والكاريزما. توم هانكس في الفيلم ده كان ليه دور لا يقل اهميه عن ليوناردو دي كابريو، لانه ساهم بشكل غير مباشر انك تحب شخصيه فرانك في الفيلم وتتاثر بيها، وده لانه ابدع في دور كلارك، وكان من الاسباب الرئيسيه اللي استغلها المخرج في توصيل فكرته. من اول لما توم هانكس كان هدفه بس في اول الفيلم ان هو يقبض على فرانك لغايه لما وصل ان هو يتعاطف معاه، وممكن نقول كمان ان هي وصلت ان هو حب ذكائه وشخصيته في الاخر. الموضوع ده حصل بتسلسل عبقري يخليك انت كمان تحب كده شخصيه فرانك وتحس ان هو جامد. من اول لما المخرج حب يوريلك قد ايه الظابط كلارك راجل جد ومش اجتماعي وبتاع شغل بس، وده بان مثلا في المشهد اللي هو كان في العربيه مع زمايله وزميله كان بيحكي موقف مضحك حصل معاه، وهو وصاحبهم الثالث ضحكوا على الموقف ويعني فعلا الموقف كان مضحك، لكن الظابط كلارك هو اللي ما ابتسمش حتى على سبيل المجامله، لغايه لما صاحبه قال له هو انت ازاي بتقدر تكون جد كده طول الوقت؟ فسالهم هو الموضوع ده مضايقكم يعني؟ فالاتنين قالوا فعشان يثبت لهم ان هو مش رخم يعني وان هو اجتماعي قال لهم انا هحكي لكم نكته. فالاتنين رحبوا جدا بالفكره، وكانت النكته في الاخر ان هو شتمهم. Knock knock. Who's there? Go fuck yourselves. طبعا اللي ظهر لينا في الاول زي ما انت شفت ظابط رخم مش اجتماعي ما عندوش المقدره ان هو حتى يهزر او يقول نكته،
ازاي راجل زي ده ممكن يوصل في الاخر ان هو يتعاطف مع واحد مزور وحرامي؟ ازاي ممكن يكون قلقان عليه لما اتقبض عليه في فرنسا وقال له ما تخافش انا هرجعك امريكا تاني؟ وعموما يا جدعان عشان تبقوا عارفين يعني دي حته مني كده، الضابط اللي قبض على ليوناردو في اللقطه دي كان فرانك ابجنال الحقيقي اللي اصلا الفيلم بيتكلم عليه. نيجي لحته تانية، وازاي توم هانكس كان صعبان عليه فرانك جدا وكان خايف على مشاعره وهو بيقول له خبر ان ابوه مات، لغايه لما وصل ان هو اتوسط عشان يخرجه من السجن ويشتغل معاهم في الاف بي اي وبقوا اصحاب في الاخر. Carl, welcome to the FBI. I'll show you where you're working. بعيدا عن شخصيه ليوناردو والفيلم والاحداث اللي انا حكيتها لك دي كلها، الفيلم ده بيعلمنا دروس كتير قوي وبيتكلم بشكل عبقري عن السوفت سكيلز وازاي هي مهمه في الحياه. بيشرح لك ان انت ازاي مهما كان الموقف ضدك بكل سهوله تقدر تتعامل معاه بانك بس تكون واثق في نفسك. بيعرفك ازاي تتعامل مع الاخرين وتاثر على اي حد بشكلك بس وبلغه جسدك من قبل حتى ما تتكلم. يمكن كاتش مي اف يو كان من اكتر الافلام اللي بتقدم فكره ونصيحه من غير ما تقول لك انا بديلك نصيحه. المخرج ما جاش قال لك يعني اللي هو ثق في نفسك وخليك كاريزما والكلام ده. المخرج بكل بساطه عرض لك الفكره واقنعك بيها، ويمكن دي تكون بالنسبه لي اللقطه اللي المخرج عرف يعملها بعيدا عن مهارته يعني في الاخراج، لكن هو عرف يقنعك بحاجات ويعلمك دروس بمجرد ان هو يعرض لك مشاهد بشكل معين بس كده. لغايه هنا يعني اعتقد ان انا طولت، فمستنيك عندي على الانستجرام. هزعل منك والله لو انت ما جيتش، يعني انا بقالي ساعه بتكلم يعني، فتعالى كده عشان تتابع كل جديد وتشارك بقى معايا في الفيديوهات اللي انا بنزلها. يلا، كان معاكم عبد الله. سلام.